رمضان مش هو اللي بيزود وزنك، انت اللي سايب التوتر يتحكم فيك. لو فكرتوا تعالوا نشوف كده ان في ناس شايفة ان رمضان هو السبب في زيادة الوزن. جرب كده فكر في حاجة بسيطة، قلل الاسترس، قلل الكورتيزول، قلل مقاومة الانسولين. بس مش انت اللي بتقللهم، انت بتعمل حاجات هي اللي بتخليهم يقلوا واحدة واحدة. تعالوا بس أبدأ معاكم بسؤال بيضايق شوية. هي ليه في ناس في رمضان بتاكل أقل منك وبتتخن أكتر منك؟ طب ليه في حد صايم 16 ساعة ومقاومة الأنسولين عنده كل شوية بتوحش أكتر؟ ليه في حد ملتزم لكن الكرش بتاعه ثابت وسكر الصايم بتاعه أعلى بعد رمضان؟ احنا طول الشهر بنتكلم عن السكر والكربوهيدرات والحلويات والانسولين، لكن محدش بيسأل سؤال خطير جدا. هي مزاجك العصبي ايه؟ حالة الجهاز العصبي عندك عاملة ايه؟ التويست ان جسمك مش بيحسب بس اللي بتاكله، جسمك بيحسب حالته وحالتك النفسية. فلو جسمك حاسس انه في خطر مش هيحرق، هو مش هيعمل غير حاجة واحدة بس، هيخزن، فهتقعد تدخن. وهنا ملوش علاقة لا بصيام ولا بنوع الأكل ولا بأي حاجة، ليه علاقة بمزاجك. خلينا نفهم حاجة الأول، حاجة مهمة. جسمك ما يعرفش أنت صايم عبادة ولا أنت صايم مجاعة ولا أنت صايم علشان أنت مضغوط ولا أنت تحت ضغط ولا أنت في حرب ولا أنت بتعمل إيه. هو بيقرأ الإشارات، لو الإشارات بتقول توتر، قلق، ضغط، نوم بس قليل قوي، تنبيه مستمر، الجسم بيدخل في مود كده بنسميه السيرفايفل مود، وده الوضع علشان الجسم يعيش. فالوضع ده بيبقى عامل ازاي؟ الحرق يقل، العضلات بتتأثر، تخزين الدهون يزيد، سكر الدم يعلى، ما هو عايز يعيش. طيب هنا هيجي دور ايه؟ الليدر، القائد بس المخفي، اللي هو الكورتيزول. الكورتيزول بيتفرز من الغدة عن طريق محور عصبي أساسي. طيب أول ما بتتوتر المخ بيرسل إشارات، الغدد النخامية، الغدد الكظرية، إفراز الكورتيزول. الكورتيزول يعمل 4 حاجات أساسيين: يرفع الجلوكوز، يقلل حساسية الأنسولين، يحفز تخزين الدهون، ويرفع ضغط الدم. شفتوا الأربعة أخطر من بعض إزاي؟ ده طبيعي لو حصل دقيقة أو ساعتين، أيا كان المدة قد إيه الأربعة هيحصل. لكن في رمضان الجوع قبل المغرب بيخليك عصبي، زحمة، ضغط الشغل، سهر مع القهوة، مع النوم كله 4 ساعات، فالكورتيزول هنا ما بيطلعش، هو عايش معاك، فعاش معاك ضرب الموضوع كله. طب العلاقة المباشرة اللي ما بين الكورتيزول ومقاومة الأنسولين، خلينا ندخل جوه شوية. الكورتيزول بيرفع إنتاج الجلوكوز من الكبد عن طريق عملية كده اسمها جلوكوجينيسيس، يعني جسمك يطلع سكر حتى لو ما اكلتش، فالسكر يعلى، فالانسولين يطلع، الخلايا تبدأ تقاوم، فحساسية الانسولين تقل. ودي دراسات كتيرة اتعملت، من ضمنها Journal of Clinical Investigation بينت ان التعرض المزمن للكورتيزول بيؤدي لإيه؟ للانخفاض في استجابة مستقبلات الانسولين. يعني الاسترس مش بس بيرفع السكر، لا، ده بيغير استجابة جسمك ليه. يعني يبقى عندك ستريس، هتفتكر انك هيجيلي السكر، لو اتعصبت سكرك هيعلى. ده بس مش بس هيعلى، ده هيخلي الجسم نفسه استجابته للسكر اللي علي تتلخبط. فبيجي هنا قبل المغرب الانفجار بقى الصامت بقى. خلينا كده نشوف مشهد قبل الفطار ب10 دقايق. انت جعان مع ضغط الشغل اللي انت فيه، مستعجل وعايز تروح، تلبس في زحمة، حد يقول لك كلمة، خبر لذيذ على الموبايل، كورتيزول علي، الادرينالين علي، السكر علي، تيجي تفطر تروح مديها خشاف في عصير، تروح داخل على الرز مكرونة، وتروح طالع بالجلاش اللحمة المفرومة، الانسولين يطلع بقوة، قوة اكتر، مع انها نفس الوجبة اللي ممكن حد ياكلها، بس التخزين يبقى عندك اعلى. مش بسبب بس الاكل والكنافة والحاجات دي، مودك، الحالة العصبية اللي علت لك الحاجات اللي جوه الجسم اللي خلت استقبال جسمك للاكل كله يتغير. طب النوم،
النوم هو أقوى دواء لمقاومة الأنسولين. وركزوا، في دراسة في سليب ريسيرش سوسايتي أثبتت إن النوم أقل من 6 ساعات لمدة أسبوع واحد بس بيقلل حساسية الأنسولين من 15 ل 25%. يعني إيه؟ يعني لو نايم 4-5 ساعات فأنت جسمك فعليا داخل في حالة مقاومة الأنسولين. فسهر، سوشيال ميديا، مع القهوة، تسهر، كل ده دي أحلى بيئة إن مقاومة الأنسولين تظهر وحساسية الجسم للأنسولين تبقى في الجلاش للأسف. طيب ما تيجوا نشوف دهون البطن. أصل كل اللي بيحصل ده مش صدفة مع دهون البطن، أو نقدر نقول عليها الفاسرال فات أو الدهون الحشوية. هي الدهون دي اللي هي أنهي؟ دي الدهون اللي موجودة في الحتة دي اللي هي العوامة. الدهون دي وظيفتها حاجة واحدة، إن هي تسند الأعضاء الداخلية بتاعت الجسم، سواء بقى كبد، طحال، بنكرياس، كلى. دي الدهون اللي بتبقى حوالين الأعضاء الداخلية للجسم. الدهون دي للأسف بتعلى، وبعد ما بتعلى وتعلى العوامة بتكبر. طيب الدهون دي مرتبطة ارتباط مباشر بالكورتيزول. ليه؟ لأن البطن من المناطق الحساسة جدا لهرمونات الاسترس. في أبحاث كتيرة وضحت إن الأشخاص اللي بيتوتروا أو عندهم توتر مزمن دايما هتلاقي عندهم توزيع الدهون بايظ شوية. فحتى لو السعرات اللي انت بتاكلها يعني قريبة لبعض، أو في 2 بياكلوا نفس السعرات، هتلاقي حد عنده الدهون كبرت جدا والمنطقة كبرت، وحد تاني عادي، يعني 2 أكلوا نفس الأكل. هنا يجي دور الاسترس. فلو الكرش عندك ثابت، راجع التوتر شوية قبل ما تراجع طبق الأكل. شوف التوتر بتاعك، شوف حالتك المزاجية الأول. طب الاسترس بيبوظ إيه؟ الاسترس بيبوظ إشارات الجوع. الكورتيزول المزمن بيرفع حاجة اسمها الجريلين. إيه الجريلين ده؟ ده الهرمون بتاع الجوع. زي ما عندنا هرمون للجوع عندنا هرمون للشبع، وبيقلل التأثير بتاع الليبتين اللي هو هرمون الشبع. فعندنا هرمونين. الكورتيزول بيبوظ الاتنين. بيعمل ايه؟ الكورتيزول المزمن او اللي بيطلع بصورة كتيرة، الكورتيزول يرفع الجوع ويقلل الشبع. يعني تجوع أسرع، تشبع بس بصورة أبطأ، ودايما تميل للحلو. وده مش ضعف إرادة، ده فسيولوجية وبيولوجية الجسم. رمضان من الفرص الذهبية لو ظبطت التوتر. الصيام بيقلل الأنسولين فبيسمح بحرق الدهون أكتر. لكن لو في شوية توتر كده وسهر وقهوة ونوم متأخر وسكر كتير، انت كده ضيعت الفرصة. فرمضان للأسف كده بالنسبة لك مش موسم زي ما الناس هتاخده للخسسان، بالعكس ده للأسف هيبقى وحش عليك. فبدل ما كان رمضان موسم لإعادة الضبط كله وضبط جهازك العصبي، انت بوظته. فحاول تستغله صح. القهوة ورمضان، وهنا يجي دور التحليل بتاع البيوكيمستري والحاجات بتاعتنا دي. ده مش كلام سوشيال ميديا، ومش هجعلصها شوية عشان الناس تبقى فاهماها. القهوة بتعمل ايه، او الكافيين اللي في القهوة بيحفز الجهاز العصبي اللي هو السيمباثيك، بيرفع الادرينالين فيرفع الكورتيزول فيزود افراز الجلوكوز من الكبد، وده طبيعي في الصبح. طيب تفتكروا ده طبيعي بالليل؟ يعني ارفع الادرينالين بالليل فالكورتيزول يترفع فالجلوكوز يترفع من الكبد، ده طبيعي. فلو شربت القهوة الساعة 9-10 بالليل فانت نص عمر الكافيين من 5-7 ساعات. فانت بتتكلم ان 9-10 بالليل كافيين، ده يعني الساعة 3 الصبح كده لسه التأثير عندك. عارفين ليه دايما نقول للأطفال بلاش سكريات كتير عشان ما تهيبرش؟ نفس الفكرة، السكر ليه تأثير مع الكبد مع الكورتيزول، كلهم يا جماعة مع بعض. فانت حتى لو نمت بدري، نومك مش ديب سليب، فقلة النوم تزود الكورتيزول. اليوم اللي بعده بتقوم من النوم كده صباح الخير كورتيزولك عالي، فمقاومة الأنسولين عندك عالية. يعني القهوة المتأخرة للأسف دخلتك الدورية المقفولة. تعالوا نشوف مقاومة الأنسولين اللي بسبب الاسترس
عشان نبقى أوضح، مقاومة الأنسولين مش دايما بتظهر في تحليل السكر عادي يعني، بس بتظهر في السكر الصايم. يعني تيجي تعمل سكر صايم تلاقي أعلى من الطبيعي، يعني تلاقي نفسك الأرقام علي، والترايجليسرايد الدهون الثلاثية عالية، تعب بعد الأكل، خمول، حاجات اللي احنا قلناها الكتير دي. ففي ناس بعد رمضان تقول أنا ما كنتش باكل كتير بس التحاليل بتاعتي بقت أوحش من الأول. هو مش ممكن يكون السبب التوتر والسهر والقهوة وانتوا فاكرينه انه الأكل بس؟ تعالوا نعمل مقارنة كده. اتنين، أول واحد نام 4 ساعات، شرب 2 قهوة بعد الساعة 9 بالليل، فتوتر، عصبية قبل الفطار. بعد 3 أسابيع السكر الصايم بتاعه بقى معدي 100، الترايجليسرايدز 190، بيتعب بعد الأكل وبيجوع بسرعة جدا. طب والحالة التانية، نام 7 ساعات، الكافيين قليل، بيمشي 20 دقيقة، بياخد نفسه كتير ويهدي نفسه قبل المغرب فما بيتعصبش. بعد 3 أسابيع هتلاقوا سكر الصايم عنده في المعدل الطبيعي، ممكن يبقى أقل من 90 كمان، والدهون الثلاثية الترايجليسرايد أقل، وطاقته حلوة، وجوعه المعتدل، مع إنها نفس السعرات اللي الاتنين كلوها. بس الفرق هنا الجهاز العصبي، ترجم ده ازاي وترجم ده ازاي. لو هنحط بروتوكول هرموني لرمضان مش هنقدر نقعد نقول اصله تعالوا نحطه واكتبوا معايا احنا خليها يبقى زي روتين. يعني طول ما انا قبل المغرب ابعد نفسي عن الاسترس، وهتقولوا لي مش هنقدر، هقول لكم صح. فخلينا نركز دايما قبل المغرب ب 15 دقيقة، اللي هم اهم 15 دقيقة في يوم الصيام، اللي هم بيبقوا اكتر 15 دقيقة فيهم خناق في كل البيوت. يا ريت نبعد عن بعض ونقلل الاحتكاك. ليه؟ لأن الأخبار الوحشة والنقاشات اللي بتبقى قبل الفطار على طول دي بتعلي الاسترس قوي، و15 دقيقة والمغرب هيقول الله أكبر وهنفطر، فأنا هاجي أتعصب والاسترس يعلى، فهيعلى معاه الحاجات اللي قلناها، نروح بعديها على طول واكلين وفطرانين الفطار الطبيعي اللي احنا فاكرينه فطار طبيعي، فنخش دبل وتريبل الحالة اللي احنا فيها، وهنا خطر. عشان كده قبل المغرب ما يأذن ب15 دقيقة يبعدوا عن بعض، كل واحد يقعد مع نفسه وتنفسوا بالراحة شوية عشان تهدوا أعصابكم، وده بيقلل الاستجابة للاسترس في العموم، فيخليك على الأقل وانت جاي تفطر الفطار اللي بنقوله في حلقاتنا في رمضان يبقى حلو، وتبقى العملية أهدى. 3 التمرات والمية، ونهدى شوية ربع ساعة ونخش شوربة في بروتين، ونخلي الكربوهيدرات في الآخر، شوربة بعديها سلطة وبعد كده البروتين، وبعد كده بعد الفطار نتمشى، حتى لو في البيت، حتى لو هنتمشى في العمارة بتاعتنا، نخلي الجسم يستهلك الجلوكوز اللي احنا كلناه ويقلل الانسولين شوية. طيب اللي انا قلته ده كله انا لسه ما كملتش. انا عارف انه صعب، وعارف ان الناس كتيرة هتقعد تقول لي ده كلام مثالي، انا عارف، واحنا كلنا بنسعى للمثالية، وانا عارف انه مش سهل ان احنا نطبق ده، واحنا بنحب الاحتكاك اكتر ونتناقش مع بعض، وده هيتعصب وده هيتنرفز، بس ما نفكر ناخدها بطريقة تانية، ان احنا بداية، يعني من ساعة ما تشوفوا الحلقة دي خدوها بداية، مش لازم تنفذها كلها النهاردة أو تنفذها بكرة، يوم ورا التاني ورا التالت، ابدأ خطوة، وبعد كده ممكن توصل للنتيجة في آخر رمضان. هتقولي طب ما رمضان خلص، أقولك إيه المشكلة؟ ما تخلي ده الأسلوب. هو أنت ما بتتنرفزش غير في رمضان بس؟ ما أنت هتتنرفز في الأيام اللي بعديها، والاسترس هيجي، هيحصل نفس اللي بيحصل، مش بس في رمضان. فنخلي الموضوع هي خطوة، اسمع الكلام اللي أنا بقوله وامشي عليه وشوف إيه اللي هيحصل. وبالذات في الحتة اللي أنا هقولك عليها دي، بعد الساعة 8 بالليل مش عايزين قهوة، الشاي التقيل بلاش، نقلل الحاجات دي، نشرب ينسون، نعناع. هتقولي صعب، أنا لسه قايلك خليها بداية، لأن الكافيين اللي في الحاجات دي هيعمل لك ستريس، هيعمل توتر، وإحنا عايزين نبدأ واحدة واحدة. فتخيل لو خدت رمضان خطوة، ابتديت على آخر رمضان تعرف تمشي عليها، هتكمل بقية السنة لرمضان الجاي الدنيا كويسة. جربها الأول. فنهدي نفسنا، وقبل النوم بقى خلي كده نقفل الموبايلات ونخلي النور مش بس هادي، يا ريت نقفله، ونهدى شوية قبل النوم، ونحاول على قد ما نقدر ننام قبل الساعة 12 بالليل. هتصحوا تاني يوم في فروقات كتيرة جدا في الفوقان، وانت مش فطران وانت ما عندكش كافيين، الحاجات دي كلها هتفرق معاكوا تاني يوم.
طب لو حبيتوا تسألوني طب إيه اللي يخلّي الكورتيزول يقل؟ عايزين وصفة، عايزين ناكل، نشرب، ما هو كل حاجة بالأكل، كل حاجة بالشرب. هاقول لكم على حاجة سحور بسيط يخلّي تاني يوم الصبح الكورتيزول عندك مش عالي، ولو كنت شُفتوا قبل كده اتكلمت على جرّب إن لمّا بتصحوا من النوم بعد 90 دقيقة أو خلال 90 دقيقة الجسم بينضّف نَفْسه من الكورتيزول. طب أنا عايز أصحى الكورتيزول قليل، أتسحّر إيه؟ بيضتين، زبادي، ومعلقة شوفان أو معلقتين شوفان، ومعلقة شيا، ورشة قرفة، وأي 5 مكسرات عندكم. اللي أنا قُلته ده هنحطه على الزبادي، بس مش مع البيضتين أكيد، يعني البيضتين لوحدهم والزبادي نحط عليهم الحاجات دي، ونسيبهم 10 دقايق وبعد كده ناكلهم عشان الشيا وعلشان الشوفان. هنا إحنا خدنا بروتين وألياف ودهون صحية. الحاجات دي كلها بتقلل السكر أصلًا وبتقلل امتصاص السكر. ولو حبينا نشرب حاجة تهدي الدنيا بعد التراويح، الأشوجندا، البابونج، القرفة عليهم، الزنجبيل، الحاجات دي كلها بتهدي الجهاز العصبي، وده اللي احنا عايزينه علشان الجهاز لما هيهدى تاني يوم هيبقى أحسن. طب عايزين نثبت معدل السكر عندنا أو نثبت سكرنا في الدم شوية. الزبادي البلدي عليه الكتان المطحون ومعلقة شيا، رشة قرفة، كل الحاجات دي بتقلل امتصاص السكر وبتقلل النطة بتاعت الصبح بتاعت السكر، فدي مهمة جدا. طبعا هيجيلي ناس كتيرة هتخش معايا في النقاش بتاع أنا صايم فأكيد صيام يعني سكر. لا طبعا، مش معنى إن أنت صمت فسكرك اتحسن، مفيش حاجة اسمها كده. اللي أهم من ده كله مش إن أنت بس كلت إيه، نومك إيه. فلو نايم وحش والاسترس عالي ممكن يكون انت اصلا بتبني طول اليوم غلط، فعايز ازاي سكرك يظبط ويومك يظبط وجسمك من جوه هيظبط. التويست اللي بجد ان رمضان مش موسم دايت، رمضان موسم اعادة ضبط المصنع. اعادة ضبط ايه؟ جهازك العصبي، نومك، توترك، استجاباتك الهرمونية. لو قللت الاسترس الكورتيزول هيقل، هتتحسن حساسية الانسولين، التخزين هيقل، الحرق في جسمك هيرجع، مش لانك حرمت نفسك، لانك ريحت جسمك.